تعرف أن الجنرال التابي هو من أرسل عمر البشير إلى محكمة الجناية الدولية، أرسله بعد أن عمل رئيسا للأمن العسكري في السودان، وعمل أيضا منسقا للحكومة السودانية. يعني رجل أمن بالأصل، أكثر من رجل أمن، ساهم في تشكيل الجنجويد. وبالمحصلة نحن أمام 300 ألف دارفوري شهيد. أنا لا أقول بأن الجنرال تابي هو من قتلهم، ولكن تقارير المنظمات الإنسانية تقول وبدقة بأنه نجا من المحكمة لأنه فقط غض النظر عن القتل، عن الجرائم، عن الاغتصابات. هو رجل أمن بامتياز، ومن الطبيعي أن يعرف عندما يعرف الناس هذه السيرة أن يقولوا شو اللي جابوا على سوريا. هذا أمر خطير ومرفوض، وهذا الكلام قلناه منذ اليوم الأول. منظمة العفو الدولية قالت عنه أنه أسوأ مراقب حقوق إنسان في العالم. مجلة فورم بوليسي الأمريكية كتبت عنه السيرة الذاتية. السؤال الأساس: من الذي عين التابي رئيسا لهذه البعثة؟ أنا لا أتحدث عن مؤامرة كونية كما يفعل النظام، ولكن ألعاب الجامعة العربية نعرفها تماما. هذه الجامعة التي تورطت مع الشعب السوري، تذبح الشعب السوري يوميا. النظام اليوم، رئيس النظام اتهمها بالتآمر، وكان الأولى بالشعب السوري أن يتهم الجامعة بالتآمر. دعني فقط أقول: الجامعة لم تتدخل في الشأن السوري إلا بعد مرور 8 أشهر على قيام الثورة. تركوا الشعب يذبح في الشارع ولم يتدخلوا، وبعد سقوط 3000 شهيد تدخلت الجامعة العربية وبدأت سياسة المهل، وبين مهنة وأخرى كان يسقط لنا عشرات الشهداء. فقط أقول الآن في ظل قبل وصول البعثة خلال 48 ساعة سقط لنا 250 شهيد، وخلال عمل البعثة سقط لنا آخر رقم 620 شهيد. هذه هي بعثة المراقبة. أنا لا أتهم جميع أفرادها، هناك رجال أحرار كالكاتب الجزائري أنور مالك وغيره. أنور مالك استقال وانسحب، أمر طبيعي لأنه صاحب وجدان. هو قال كلمته ولم يخجل، ولكن التابي لم يسمع بكلام أنور مالك ولا بغيره. جميل. أنور مالك أولا طالما يعني أنت عم تقول بحالك أنه التابي هو يعني مجرم حرب بدارفور، وأنه يعني معروف بجرائمه، وأنه هو اللي وصل بشير، ليش عم تحمل سوريا مسؤولية يعني ذهابه إلى سوريا؟ سوريا ما اختارت، ولما اختارت اللجنة، لما شكلت اللجنة ولما اختير كل عناصر اللجنة، كانت سوريا برات الجامعة العربية، كان معلقة عضوية سوريا. بدل ما أنتم تصبوا نار يعني جام غضبكم على سوريا، صبوها على الجامعة اللي أنتم هلا منطويين تحت لواءها، واللي يعني الجامعة اللي عم تحكي عنها هي اللي زي عندكم، هي اللي وراكم، هي اللي عم تنسق كل اموركم، وخصوصا اللي عم يقودوا العمل العربي بالجامعه العربيه اللي قطر والسعوديه الى ما ذلك. ليش عم تحمل الموضوع لقطر مثلا؟ ليش عم تحمل المسؤوليه للسعوديه؟ انا رح جاوبك. لا اسمعني. انت عم تحكي لي عن انور مالك. انور مالك اسمه عبد الملك اصلا. هذا الاخ عم يقول لي انه راح، اسمعني شوي، راح مشي على الجثث بحمص. هذا صورته بحمص، ما اعرف خلنا طلع على الكاميرا ماشي وكأنه عم يسوق على نهر النيل. هذا ثاني يعني شخص معروف، يعني من هو يعني إقامته بفرنسا وعايش بعيشة 7 نجوم، ولذلك راح لهونيك الجو ما كثير عجبه، رجع على يعني البساطة. أنا ما كيف عندي هي الصورة تبعه. ثاني شيء، طيب يعني هذه الصورة يعني أنت صابنا فيك مثل واحد قالوا له جيب لنا شهادة ملكية البيت تبعك، جاب له صورته هو واقف على الدرج. يعني هل اولا هاي ما صورتي انا عم اجيب لك صوره الرجل اللي انت عم تحكي عنه والأخ عم يحكي معه عنه، واللي انت عم تسموه هون انور مالك واسماعيل عبد الملك. هذا من جهه ثانيه، انا استاذي الكريم انا ضد اي تدخل لعمل اللجنه العربيه، لان اللجنه العربيه شكلت بالجامعه العربيه باختيار وبضغط من الدول العربيه، وعلى راسهم قطر والسعوديه، وحوربت سوريا ويعني شنت عليها حروب، ورأينا كيف كانت الاستعراضات بالقاهرة وبالدوحة، يعني استعراضات ما شفناها يعني بأفلام هوليوود. كيف سوريا ما بترضى باللجنة وسوريا ضد العمل العربي المشترك؟ سوريا بدها تخلي حمام الدم ماشي بسوريا. بالنتيجة تشكلت اللجنة وسوريا وافقت على دخول اللجنة إلى سوريا. فينا نفهم شو اللي طرأ. امبارح كانت اللجنة مقدسة، ودخولها إلى سوريا ضرورة قصوى، ضرورة يعني للعالم كله لحتى لوقف شلال الدم. بيوم وليلة بتحول العالم كله وصارت اللجنة لجنة غير مصداقية، لجنة لا تملك أي حد من الإمكانيات ولا من المعلومات ولا من الخبرة ولا من الحرفية. لا يعني بالنتيجة هون في علامة استفهام. شو اللي بدل بيوم وليلة؟ إذا لا في نقطة. إذا
افشال اللجنه هو الهدف بالنتيجه. لما انا بدي ادفع وبدي شن حروب واستعراضات سياسيه وعسكريه الى ما هنالك وادفع مليارات لحتى اوصل الامور لتشكيل لجنه عربيه، بتفوت اللجنه العربيه بتقبل فيها سوريا، بينفتح النار على سوريا وعلى اللجنه العربيه، في اشاره استفهام. اذا المطلوب هو افشال اللجنه العربيه، اللجنه العربيه بدها تفشل حتى تتحول القصه الى نيويورك. الهدف الاساسي هو تدويل الازمه. ما حدا بده، ما حدا بعت اللجنه لسوريا، ما حدا بعت اللجنه لسوريا لتتقصى حقائب الجهه. بس كي لا تاخذ كل شيء. سيد جعرة، السؤال المطروح يعني انتم تصبون جام غضبكم على اللجنه. اللجنه اليوم في سوريا تعرضت لاطلاق نار من جماعة النظام ومن المعارضة، يعني هي أصبحت مثل المحجز، يعني من هون بياكل كف ومن هون بياكل كف. أطلق عليها النار بعد كلمة السر التي جاءت في الخطاب. خطاب مين؟ خطاب رئيس النظام. أطلق عليها النار حتى تحمل سوريا. لا تعطاني ما معلش لا تعطاني ما تعطاني أولا لم تقبل سوريا بالبعثة إلا بعد أن علمت بأن الدابي أصبح رئيسا لها. سوريا لا ترفض الكلام. سوريا لم ترفض. سوريا كانت معترضة على النفوذ اللي سجل عندك دقيقة عبد المسيح. إذا بدنا نقاطع أنا الآن راح أوقف البرنامج بهذه اللحظة. لا فينا أخذ رأيك. أولا لم تقبل سوريا بالبروتوكول إلا بعد أن علمت بأن الدابي أصبح رئيسا. والداب هو الثعبان ولا لم تظهروا إنه معناته قطر متآمرة مع سوريا على ضيل عجب يا أخي. واحد مسيح. الثاني انتظرت سوريا من 2 نوفمبر حتى تدخل ديسمبر التفاصيل وهي تأخذ مهلة بعد مهلة وتفرض شروطها على الجامعة العربية، وتراجعت الجامعة عن كل شروطها وأفرغت البروتوكول موت من محتواه. وعندما خشيت في 17 ديسمبر قال وزير خارجية قطر سنذهب بالمبادرة العربية إلى الأمم إلى مجلس الأمن، ضغطت روسيا على النظام فقبل بعد أن جاء أنا عم بحكي ويوصلها إلى دقيقة شوي وقف والله وقف البرنامج. عبد المسيح آخر مقاطعة مسموح لك فيها، آخر مقاطعة في قضايا يا أخي سجل عندك وبس. أنا ما أتعطل. شو شايف إشارة بدون مقاطعة؟ يعني نزلت لنا الميكروفون حتى يعني. تفضل أستاذ بشار. لم يقبل النظام إلا بعد أن علم ب 17 بعد كلام وزير خارجية قطر بأن المبادرة العربية ستذهب إلى مجلس الأمن. أنا أقول الآن رغم كل ما جرى لم يوقع النظام إلى الآن على المبادرة. كيف ترسل الجامعة بعثة بروتوكول مهمتها تنفيذ مبادرة الجامعة العربية وهي لم توقع أساسا على المبادرة؟ بمعنى أوضح، الجامعة العربية جلست في حضن النظام، لبت جميع طلبات النظام، فقط إذا استعرضنا ماذا جرى في اليوم الأول من وصول البعث. شو عملوا؟ شو عملوا تماما؟ جرى التفجير المزيف. وين كانوا سهرانين؟ قبل ما يسهروا إذا تسمح لي. جرى التفجير، أخذوهم على مكان التفجير، كانت هناك مظاهرات في كفرسوسة يطلق عليها النار، رفض الدابي الذهاب إلى كفرسوسة ثم عاد إلى ساحة السبع بحرات. أنا عم شاهدت مظاهرة المؤيدين ثم عزمهم رامي مخلوف في نادي الشرق وجلس مع الدابي وأركان الدابي ثم جاء حافظ مخلوف وشاركهم في السهرة، وبعد ذلك سهرة محسوس. ليش ما سميت الدابي؟ نحن تكلمنا عن رئيس البعثة منذ تعيينه، نحن رفضنا رئيس البعثة منذ اللحظة الأولى. نحن لم نقبل حتى بذهاب البعثة إلى دمشق. أنتم عملتم مظاهرات في مصر أن بعثة تضم موظفين من دول عربية وتتقيد بتعليمات دولها لن تكون مع
الشعب السوري. اين كنت قبل ان توصل؟ اين كنت قبل ان توصل؟ ما شنو نقطة هون؟ عم يحمل مسؤولية التفجير. اسمع بدي رد عليها. بدي اسالك انا في البرنامج. طيب السؤال المطروح الان، بما انه دمشق رحبت وسهلت وكل هذه الامور هذا الاعتراف. طيب ماشي لماذا اغلب اعضاء اللجنه نقول لك يعني اسال يا اخي تفضل. لماذا يقول لك بسام جعارة اليوم بعد خطاب الرئيس السوري عندما بدأ يكيل الشتائم والاتهامات للعرب ويتهمهم بالخيانة ويتهمهم بكذا وبأنه هو قلب العروبة النابض وكل الكلام هذا، لماذا عندما بدأ يعني يتحدث عن الجامعة العربية تم اطلاق النار على 11 واحد من المراقبين العرب؟ اولا الذي اطلق النار على المراقبين العرب ليس مو من مصلحة النظام، ليس من مصلحة النظام اطلاق النار على المراقبين العرب. اطلق النار على المراقبين العرب لهذه اشارة من المعارضة حتى تحمل القضية على للنظام. هذا امر. ثانيا موضوع التفجيرات في دمشق، انا يعني ما بدي افهم كيف ممكن يحمل هذا الموضوع للنظام. هذا الموضوع يعني موضوع التفجيرات اللي صاروا بالميدان وبكفر سوسي مخطط له سنة، وحتى يعني يصيروا فيها التوقيت اللي بيكون في لجنة المراقبة بسوريا لأكثر من سبب الحقيقة، وأكثر من سبب في كثير من الخبثانين وكثير من الذكاء. أولا يعني بتحميلها بشكل مباشر للنظام ولاستفزاز النظام بوجود المراقبين حتى يضطر النظام يرد على هالتفجير القوي، لأنه تفجير نوعه غير مسبوق بدمشق، ما يثبت فيما بعد انه شوفوا هاي النظام عبرت بس خلينا بس هذا الحكي. طيب كيف يسمح النظام؟ نحن سمعنا اليوم رأس النظام يصف العرب بالمتآمرين والخونة وكل شيء على سوريا. لماذا إذا كان العرب خونة لماذا تسمح بالمتآمرين المراقبين المتآمرين أن يدخلوا إلى سوريا؟ لم يقل أن كل العرب متآمرين، هو قال أن هناك حفنة من العرب هم متآمرين، هم شركاء في مؤامرة في مخطط يعني عم يصير عم يمشي بالمنطقة كلها وبالأخص في سوريا. في طبعا قسم كبير من العرب متآمرين في مؤامرة واضحة بالنتيجة. جميل. يعني هذا الحكي لا يخفى على أحد. بالنتيجة في مؤامرة يعني معروفة المعارف. جميل. سؤال واحد أنا بسألك بسام جعارة، طيب أنتم لماذا سؤال يعني أنتم أكثر الناس في المعارضة طبلتم وزمرتم لضرورة التدخل العربي لوقف الدم، لماذا عندما دخلت هذه البعثة وبدأت ترى الأمور على حقيقتها بعيدا عن التهويل بدأتم تقولون انه هي هذه لا ترى الا بعين السلطة وبعين المخابرات وبانه سهرت مع فلان وسهرت مع علان؟ يعني في اللحظة اللي ما صورت الامور كما تريدون اصبحت خائنة. شو هالكلام هذا؟ اسمع لي اوضح لك. نحن رحبنا بفكرة البعثة منذ اليوم الاول. من مصلحتنا ان تأتي اكبر بعثة في العالم لترى عمليات القتل والتروية والاغتصاب والخطف التي تتم في سوريا وما زلنا انك انت ما كان بدك انا عم بحكي ما تعطوني سجل انا ما اعطيتك. سجل تفضل عبد المسيح تفضل. شرف من مصلحة الشعب السوري الذي يقتل كل يوم، مصلحتي ان تكون هناك بعثة. دعني يوضح بعض الحقائق. مساحة كوسوفو اللي اجتها بعثة المراقبين 10,900 كيلو متر قد لبنان. تمام. نعم. مساحة حمص 42,300 لحالة مدينة 4 أضعاف كوسوفو. نعم. جاء إلى كوسوفو 2000 مراقب. جميل. جاء إلى حمص 10 مراقبين فقط ولم يجلسوا في حمص، وجاءوا إلى باب عمر برفقة المقدم ومروا عن الدخول. دقيقة شوي وقف أخي وقف راح وقف البرنامج. فعلا راح وقف البرنامج. أرجوك بلا مقاطعة. شو معقول هذا الكلام؟ خليه يكمل يا اخي. خذ وقتك انت. خليك ما عنده شيء هدوء. خلص يا اخي. في اكاذيب. تفضل. من مصلحتك كما قلت ان تاتي اكبر بعثة اللي جرى. يعني عدد بعثة كوسوفو 2000 ضعف بعثة حمص، رغم ان مساحة كوسوفو ربع مساحة العسكة 24,000 كيلو متر مربع ضعف مساحة كوسوفو. لم يأتي إليها أحد. يعني معنى أوضح. جابوا موظفين حكوميين في بس دولة ممانعة اجت معهم اللي هي حكومة المالكي اللي اجت على دبابات يمريكية وصارت مع نظام الممانعة. هلا لا زال المالكي اللي كان بده يشتكي عن النظام السوري اللي عم يفجر له بغداد ويفجر بتعليمات صغيرة بعصا صغيرة من إيران استطاع مع النظام. الآن
الطائرات تهبط من ايران بالنجف، تحمل ناس بتدربهم بايران، بترجعهم ترسلهم لدمشق. هذا نظام الممانعة هو الذي ارتكب مجازر تل الزعتر. هذا النظام الممانعة هو اللي راح على عبر الباطن. نظام الممانعة هو اللي عذب معتقلي في غوانتانامو. يا رجل دمشق قبل العروبة النابضة، دمشق قبل العروبة النابضة، العروبة النابضة قبل ما يجي حزب البعث وليس بعد حزب البعث. هذه هي قلب العروبة النابضة. قلب العروبة النابض ايام الشيشكلي وايام العود البرلمانية الوطنية، وليس ايام الاقصاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. انا اقول وبدقة الان هذه البعثة فصلت تماما. انا اقول يجب على البعثة ان تكون بالحد الادنى بتضم 5000 حقوقي وليس موظف. جميل جميل، هذه نقطة مهمة. عبد المسيح، نقطة عاوزك ترد عليها بربك. أليست نكتة سمجة أن ترسل 50 واحد لا معهم أقلام حتى ولا معهم أوراق؟ وأحد المعرضين بتويتر قال حتى وكان جايب لهم كاميرا سوري هذه تبع $100، حتى كاميرات ما معهم. هل يعقل أن تضحك على الشعب السوري الذي يموت يوميا بالمئات ويسجن بعشرات الآلاف، جايب له 20 طرطور يجوا يتعشوا ويتغدوا هون ويكون معهم 60,000 واحد مخابرات يقول له شوفوا هون وشوفوا هون؟ طب بدي اسالك، دقيقة عندما تذهب هذه اللجنة إلى منطقة معينة، تعرف التليفونات، نحن أشطر شيء عندنا في سوريا، المؤسسة الوحيدة العاملة في سوريا هي الأمن، ممتازة من أروع ما يكون. اتصلوا بالمنطقة الفلانية، ضبطوا كل الأمور، جاي اللجنة. طب هذه مراقبة ولا نكتة سمجة ولا مسرحية هزلية؟ جايب لي 50 واحد، 2000 واحد قلق بكوسوفو اللي هي 10,000 كيلو، كيف ترد؟ أنت تتكلم وكأن سوريا هي التي حددت عدد اللجنة، وكأن سوريا هي التي أرسلت اللجنة إلى سوريا، وكأن سوريا هي التي تجهز اللجنة. الذي يعني يتحمل مسؤولية ما تقول عنه هذا هي الجامعة العربية ومن يقود الجامعة العربية. الذي أرسل هذه اللجنة إلى سوريا يتحمل مسؤولية أن هذه ما مع كلينكس وما مع أحذية وما مع بيجامات لتنام وما مو مسؤولية سوريا. سوريا قالت بدكم تبعتوا لجنة، أنا جاهزة، هاي البواب مفتوحة وكل التسهيلات اللي أنا بدكم إياها. امبارح ما عجبني الفندق نقليتهم على فندق 5 نجوم حسب الطلب، الشباب راح مثل ما بدها، يعني ما عندها مشكلة. إذا كان في مسؤولية ما بتنزل على سوريا. مشان موضوع المراقبين في حمص، راحوا المراقبين على حمص وانت بالحمص وانا حمصي. المسلحين منعون يفوتوا على باب عمر، منعون يفوتوا على باب الصباح، منعون يفوتوا على الخالدية بحجة انه والله جماعة فيهم مندسين. اول شغلة يعني انا بدي اشوف سرقوا يعني مصطلح مندسين من الشباب، يبدو انه مصطلح مندسين ما كثير غريب عن ثقافة الشباب. هذا من جهة. من جهة ثانية اذا كانت يعني المتظاهرين والثورات العارمة هاي بالالاف ومئات الالوف واللي طعم عباية الشوارع السورية خايفين يطلعوا قدام عنصر امن، عنصر مندس مع لجنة عربية، فينا نفهم نحن وين عم يطلعوا وعم يطلعوا هذا الصدور العاري اللي عم تطلع قدام يعني جيش عرمرة. فينا نفهم وين عم تصير. بس كيف ترد على الذين خايف يطلع قدام عنصر امن مع لجنة تفتيش؟ بدي اعرف انا وين عم يعمل مظاهرة وعم يموت فيها يا اخي. انا بدي اسالك كيف ترد على الذين يقولون ان النظام السوري قبل على مضض بعد الضغط الروسي بالمراقبين العرب وهو يحاول الان التخلص من العرب ومن الجامعة العربية؟ هذا الكلام غير صحيح. كيف تفسر كلام السيد الرئيس اليوم عندما يقول لك انه هؤلاء العرب متخاذلين خونة كذا؟ الجامعة العربية اخي قال لك الجامعة العربية هي في وضع مزري وكل عمرها تتآمر علينا وبعمرها ما ساعدتنا. هذا رأيك حق الرجل. اولا ما سوريا مرضت المبادرة على مضض. سوريا ما كان عندها مشكلة بدخول اي مراقبين، وكما قال السيد الرئيس قال انه نحن اللي كان مشروع المراقبين مشروع هو اللي تقدم فيه للجامعة العربية، والاعتراض كان على صيغة البروتوكول. ما في دولة محترمة بالعالم بترضى انه السيادة تنهان، بالنتيجة في كل دولة في إلى سيادة بدنا نحافظ عليها، وهذا شيء اصلا يعني لو كان هو تنازل عن هالموضوع هذا نقطة. بالنسبة لموضوع يعني البعد العالمي لهالموضوع، لا لك شغلة اطار يعني فكرة المشروع مشروع الحل الازمي العربي من خلال الجامعة العربية اجى في سياق الفشل الغربي باستصدار قرار حرب ضد سوريا. وبالتالي كان المطلوب من الجامعة العربية ان تشكل غطاء جديد لقرار جديد يستصدر من الجامعة معلش ضد وبالتالي وهذا بينجري والفشال اللي يندرج هذا بس لا مش عارف. طيب يعني هل تستطيع ان تشكك
بما قيل اليوم في الخطاب من انه نحن نتعرض الى مؤامرة والعرب هم الذين يقومون بمثل هذه المؤامرة والمراقبون حتى المراقبون جزء من المؤامرة؟ هل تستطيع ان تنكر ذلك؟ اسمح لي بس اوضح شغله. بقي النظام شهر ونص يلعب بمسرح العمليات بسوريا استعدادا لقدوم اللجنة. حي النزهة اصبح اسمه بابا عمر، وقرية التبنة في درعا اصبح اسمها جاسم، وغيروا جميع اماكن ومنعوا بالشرط اساسي منعوا المراقبين من احضار اجهزة تحدد اماكن تواجدهم. بنص البروتوكول ان بيبقى الجيش والامن برا. انا عم بحكي وين المعارضة؟ بابا عمر ولا جود احسن لك بدون مقاطعة. قالوا له للناس بالخالدية جايينكم، عم طلع اكثر من 30,000 واحد بالخالدية، كانت ظهورهم مكشوفة، البعثة لم تأتي وتعرضوا لإطلاق نار وسقط 11 شهيد في ذاك الوقت. وهذا الكمين تكرر في أكثر من منطقة. بمعنى آخر هم ليسوا فقط شهود زور بل أصبحوا مظلة تغطي إشراف. وماذا؟ لكن مثلا المعارض السوري المعارض السوري الكبير الشريف طبعا بين قوسين اللي اسمه هيثم مناع يقول لك هذه اللجنة أو هؤلاء المراقبين هم من خيرة الحقوقيين والنشطاء في العالم العربي المناضل الكبير طبعا بين قوسين. كيف ترد؟ إذا بيضل بيحكي هذا الكلام 100 سنة ما رح يصير رئيس وزراء. حتى النظام اللي عم يبوس قدمه هلا هيثم مناع لن يقبل به رئيسا للوزراء. هم بيستهلكون الناس ويرموهم في الشارع ولا هيثم مناع خان دم أخوه معنا عداد اللي أطلق الرصاص على دمه اغتاله بدم بارد العقيد لؤي العلي. هو لم يسهر لأخيه. أنا أقول الآن أمر مهم جدا، التآمر العربي. لا أنا بدي أحكي عن التآمر العربي وبدي أحكي عن الممانعة. هو المتآمر تفضل باختصار باختصار لو تكرم. يعني عن أي ممانعة. يعني النظام اليوم رئيس النظام تكلم عن الطائفي وأنا مضطر أوقف عن هذا الأمر. يعني عندما يسقط لنا شهداء أيام الجماعة يرسل النظام الفرق الموسيقية إلى باب دوما ليوقع فتنة بين المسلمين وبين المسيحيين. عندما تمر جنازة شهيد في حماه تقرع أجراس الكنائس. من الذي حرك الفتنة الطائفية؟ منذ اليوم الأول تحدثت بسيدة شعبان عن الطائفية. منذ اليوم الأول أرسلوا أهالي قرية ربيعة لتقتل حماه، وأرسلوا أهالي قرى جند العنازة بانياس لتقتل بيضة وبانياس، وأرسلوا القرى المحيطة بتلكلخ، وتكرر الأمر في كل مكان. هذا النظام ليس عنده هذا الكلام خشبة خلاف. واحد لا بتدل على انك انت بتحافظ على نزعة طائفية. هذا الكلام انا مرفوض وهذا الحكي غير صحيح وهذا الحكي غير صحيح. وانا بدي انصحك وبتمنى من سوريا ما تحكي لي واحد هذا كلام واحد وهذا كلام اليوم هذا الحكي مو صحيح. واحد على انا قبل منك مولى بس رجعت تحكي لي هذا انت عم تهرب الطائفة. انت هجرات النظام. انا ماني جماعة هذا ماني بجماعة هذا انا قالوا اني انا والله انا انسان مالي انا الى 10 سنين ما زلت على سوريا. انا هون كمواطن سوري انا كأكيان مواطن سوري هون موجود. ما بسمع لك تقول علي ولا عبد المسيح المقتول وين عبد المسيح. لا بشرفك هذا الحكي صحيح. انا بسوريا بديك انت وبدك عايشين ابدا انت بدك تموت تعيش. انا راح اوقف البرنامج. انا كنت طلبت منك للمره طب احترمنا شويه يا اخي احترمنا يا اخي كلام ما بسمع اكمل وقتك رجاء. انا نزعة طائفي رجاء اكمل يا اخي نقطه طائفي اكمل واحد مثلك طائفي اكمل اللي الشعب السوري. سؤالي انا سالتك فقط عندك شي نقطه باختصار اريد ان تجيب على الشعب السوري الى الان يقول واحد شعب سوري واحد. طيب انا استطيع ان اتكلم عن اجرام النظام 30 مرة. بحكي الاوراق الطائفية اللعبة، بحكي اوراق الممانعة. يعني عندما المالكي يصبح اللي اجاعة البابة الامريكية هو الداعم الاساسي للنظام يجب ان نعرف ما هي حقيقة هذا النظام. ماذا فعل عماد مصطفى في واشنطن؟ جلس في حفل الإيباك وحرضه. مين الإيباك؟ الإيباك أصدقائه الإسرائيليين في أمريكا لعماد مصطفى حرضوا على الثورة السورية. راح مدير مخابرات عسكرية. أنا أسأل الآن من أين طارت الطائرات السورية عندما ضربت درعا؟ طارت فوق الخط الأخضر، اجتازت الحدود باتجاه الجولان
وهذا الامر لا يتم الا بموافقه اسرائيليه. ايضا الدبابات عملت مناوره تستطيع ان تحاصر الناس في طرف درعا. هذا هو نظام ممانعه. طيب انا سالتك على انه المراقبون كيف بتفسر معناتها وجود الاسلحه الاسرائيليه في سوريا؟ هم جزء من المؤامره، جزء من المؤامره، المراقبون جزء من المؤامره، كيف ترد؟ طبعا جزء من مؤامره على النظام السوري، على سوريا، على الوطن السوري، مؤامره على الناس اللي عم بتموت تحت ايدها. سقط 620 بوجودهم، وقبل وجودهم بيومين 48 ساعه سقط 250. يعني هم يرون يعني زاد القتل وزاد الاعتقال. هم يرون القتل. هم يعني بيقول احدهم ليش القناص بيقول له رئيس بعثه ابدا ما شاف قناص. يعني هذه النظام. اسمع لي اقول بس كلمه اخيره. اصلا النظام اليوم اطلق الرصاص على المبادره عندما قال ما يلي رئيس النظام قال ان النظام اختار أولوية النظام الآن هي استمرار في مكافحة الإرهاب، وقال أنه لن يطلق سراح المعتقلين. وقال مؤيد الإرهاب. دقيقة. وقال أنه لن يطلق سراح المعتقلين لأنهم إرهابيين، وقال أنه لم يتم محاكمة المجرمين. ولكن تكلم عن التسامح، تكلم عن التسامح. هذا الحديث غير صحيح. لا توجد مؤسسات تحدد مسؤولياتهم. النظام ما بسمح اسمح لي بس باختصار مو بس ما حكمهم. رفع العميد محمد زامي الى لواء رغم ان الرئيس اللجنه الامنيه اللي برئاسه المحافظ والوزراء اوصت باقالته وبمحاسبته ومحاكمته، وكانت النتيجه ترفيعه ومكافأته. طيب على الاتهامات للعرب والمبادره العربيه والجامعه العربيه وكل ذلك، انت تعلم اليوم يعني وزعت الاتهامات بطريق مرعب. انا لا اريد يعني احاول ان اخذ من التويتر ومن الفيسبوك كنوع من التفاعليه. يقولون هل يعقل ان يتهم النظام السوري العرب بالمستعربين وبان النظام السوري هو سيد العروبه؟ سيد العروبه تآمر على العراق، والذين جاءوا على ظهر الدبابات الامريكيه الى العراق محلات ما زالت موجوده في السيدة زينب. المالكي أبو إسراء عنده محل بيع كلاسين لساته موجود هناك، وواحد عنده صاقع. طيب هل يعقل إنه هذا العروبة تسمح لك بالتآمر ويتآمروا مع الأمريكان؟ ثانيا أنت تقول إنه مثلا الدول العربية متآمرة وهي عبارة عن أداة في يد الأمريكان، صح ولا لا؟ السيدة زينة عبد الرحمن العابد تقول لها أليس النظام السوري أيضا لعبة بيد الروس؟ هناك قواعد عسكرية أمريكية في بعض الدول العربية، لكن أكبر قاعدة لروسيا موجودة في دمشق. ليش حلال هون وحرام هني؟ الأمر الآخر إيران، السفير كما تقول لك نفسها هذه زينة، السفير الإيراني في دمشق يقضي 24 ساعة في القصر الجمهوري. طيب ليش حرام على العرب وحلال عليك أنت تكون مخترق ومحتل روسيا وإيرانيا وإلى ما هنالك؟ زينة عبد الرحمن العبد كيف بالنسبة للسفير الإيراني، السفير الإيراني هو اللي عم يقضي بالقصر الجمهوري، بينما رؤساء وزعماء العرب هن اللي عم يروحوا على السفارات. في فرق كبير، في فرق بين انك انت تقعد كسيد كشريك. العبره بالنتيجه. لا بتفرق كثير. هذا النقطه النقطه الثانيه بالنسبه لتآمر العرب. مشروع المبادره العربيه مثل ما قلت لك من شوي اجى باطار فشل الغرب باستصدار قانون ضد سوريا. كان المطلوب غطاء عربي لسببين. السبب الاول لاستصدار قانون، والسبب الثاني هو للضغط على روسيا والصين فيما يتعلق بيقولوا انه يعني العرب هن اللي عم يطالبوا بهالموضوع، فما بالك انت يعني على اي اساس انك انت جاي عم تعمل فيتو. فعمليا يعني اللي صار انه طبعا اوعزوا الى شركاء مثل ما بيقولوا هني بالمنطقه، وترتب المشروع على اساس يعني تتبنى الجامعه العربيه مشروع لحل الازمه السوريه من خلال آليات غير قابلة للتنفيذ حتى يتم رفضها من سوريا، وعلى أساسها يترحل المشروع إلى الأمم المتحدة. اللي صار طبعا أني راهنوا بهالموضوع هذا على يعني خلينا نقول غباء النظام السوري، معتبرين أنه النظام السوري ممكن يكون غبي ويمرق عليه هذا الموضوع هذا. النظام السوري أثبت أنه أذكى من هيك بكثير، وهيك مشاريع وهيك لعبات يعني ما رح تمرق عليه كثير. تجاوب بشكل ممتاز جدا لأنه هو اللي بده الإصلاح، لأنه هو بده حل الأزمة، والأزمة جاي من برا ما طالعة من جوا. اللي صار أنه تجاوب الطرف السوري، وبالتالي بدأ تكتيك مختلف. التكتيك الآخر هو أنه يحطوا حلول أخرى ممكن تكون
يعني تعجز سوريا عن تنفيذها، واجا مشروع البروتوكول. طيب. البروتوكول انحط بالاساس لا يرفض، وبالتالي لينفذ بنفس الموضوع لا ترفع القضيه على الامم المتحده لا لحتى تتدول. بس دقيقه، هذا النقطه. بس سيد شعراء، انا اعود اسال انه يعني انتم ضد هذه اللجنه وضد هذه البعثه وضد البعض يقول ان هناك مؤامره حقيقيه على سوريا، والمراقبون يدخلون في اطار هذه المؤامره. كيف؟ الم تبدا المؤامره على العراق بمفتشين، ارسال مفتشين، المفتشون كانوا عباره عن الفيلق الاول، وانتهى الامر بالعراق كما انتهى كما تعرف انت. هؤلاء الذي حدث في العراق يحدث الان في سوريا، تفتيش وسحب مفتشين واعاده مفتشين، وفي نهايه المطاف كي يصبح الامر بيد غير عربيه، بايدي غير عربيه. اولا اسلحه الدمار الشامل تبع سوريا هي كذبه العصابات المسلحه اللي انفضح فيها وليد المعلم، اللي اعطوه اياها الامن. هذا غباء الامن اللي ورط وزير خارجيه وجعل يصغر هيك قده. وانا توقعت شو اللي صار؟ طلع فيلم لبناني هذا سوري مثل ما كذبوا يوم اللي داس امجد عباس على ظهور الناس في البيضة، وقالوا هذا فيلم مصور بالعراق بالبشبشكة، ومثل ما حكوا عن كذبة البرجة الألمانية في بانياس، ومثل ما حكوا عن عقاب صقر نائب لبناني اللي أصيب في بانياس وجد طيارة إسرائيلية أخذته. أنا فقط بدي أرجع على نقطة البروتوكول. الجامعة أعطت النظام 8 مهل، شهر ونص. لو كانت الجامعة بدها كانت راحت براس مرفوع، وهذا النظام رفض توقيع البروتوكول وذهبت إلى المتحدة، ولكن الجامعة العربية أنا أقول تواضعت مع النظام. طب بس يا سيدي، أنتم تريدون أخذ الملف على مجلس الأمن. هيثم مناع يقول، وهو يوميا على القنوات الروسية 99 مرة بيطلع باليوم، يقول لك في الحرف الواحد روسيا مستعدة أن تستخدم الفيتو 20 مرة. لا تحلموا بمجلس الأمن. لماذا لا تقبلوا بالحل العربي؟ لماذا لا تقبلون بحل يجنب سوريا الدمار؟ النظام يريد الحل. السيد الرئيس حكى اليوم أنه يريد حل، يريد إصلاح، تقدم بمجموعة هائلة من القوانين، مراسيم، بكل شيء. لماذا تريدون أن تخربوا البلد؟ اسمح لي أوضح لك. أولا بالنسبة للموقف الروسي، الأمر الخطير جدا بيتعلق بعروض النظام ممانعته. سوريا أو النظام عقد صفقة سافلة فعلا مع روسيا. الصفقة تتضمن ما يلي: منع مرور خط الغاز القطري من قطر إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. مرور هذا الخط وجود هذا الخط يمنع روسيا من التحكم بصناديق الغاز اللي كانت تتعاقب فيها أوروبا. هذا هو الثمن الذي دفعه النظام. دفعوا حساب الشعب السوري، كان ممكن تجي عائدات كبيرة جدا. دفعوا حساب الدول العربية اللي بمر فيها الخط، ودفعوا حساب قطر. يعني بمعنى أوضح النظام مستعد بها القضية والأمة العربية كلها ليبقى بالسلطة. هذا بالنسبة للنظام. إذا أردت تفاصيل نستطيع أن نتحدث ساعتين عن ممانعة النظام وعن أفلام النظام وما يفعل النظام. هذا قضية استهلاك. هنالك اليوم مشروع تتحدث عن مؤامرة. بس تتحدث عن العراق عن مؤامرة. هناك مؤامرة ضد سوريا. هل جاءت المخابرات الأمريكية وجزت حنجرته لغياس مطر وقالت لأهله عملوها شاورما؟ هل جاءت المخابرات الأمريكية وشالت كمان حنجرته لإبراهيم الباشوش وقالت لهم أنا عم بتآمر على الشعب السوري؟ هل جاءت المخابرات الأمريكية وسجنت طل الملوحي الصبيل من 2 سنين لليوم بينما القتلة يسرحون؟ وهل جاءت المخابرات الإيرانية وعملت لك هيدي الصور؟ مين اللي فجر هدول؟ هاي الاشلاء لمين هاي؟ شوفوا لها هاي الصور تعالى. هاي الاشلاء لمين هاي؟ هاي الاشلاء مين هاي؟ هاي مين عملها؟ جابوها بحوادث مين عملها هاي الصور؟ شخصت الجماعة اخي. هاي مين عملها؟ هاي حوادث الشارع. هدول اولاد بلدك بالتصوير. هدول اولاد بلدك. جبتوهم انتوا. انتوا جبتوهم في كيف؟ انتوا اللي عم جبتوهم بحوامة. جبتوهم بحوامة. ليه؟ يلا يعني خلصت من النقطة. طيب عبد المسيح، أنا بسألك. أن أرادوا يقولون أن هناك عصابات مسلحة. عصابات مسلحة. يعني موضوع العصابات المسلحة أيضا أشرك شخص آخر، زيدان، من يقول بالضبط: إذا أردت أن تقضي على ثورة والبقاء في السلطة على جماجم الشعب، ما عليك إلا أن تخترع كذبة من العيار الثقيل كالقضاء على جماعات مسلحة، وظل رددها وانكر وجود ثورة حتى يتحقق هدفك. هذا من جهة. الجهة الثانية، بس دقيقة، وليد المعلم، هل سمعت ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل أن يأتي المراقبون العرب؟
قال بالحرف الواحد خليهم يجوا هذول لا بيعرفوا يسبحوا بالمياه السورية وراح يضيعوا، يعني جيبوهم. يعني اذا رفضت سوريا بدك تقول انه هي غير متجاوبة معلم ولا لا؟ واذا قالوا اذا اجوا على سوريا بدك يعني خلي يجوا يسبحوا، يعني احتارت والله يعني امر محير. بالنسبه للاسلحه وكاله الانباء الامريكيه اسوشيتد بريس تعترف بوجود مدنيين مسلحين في سوريا، حيث تحدث اسوشيتد بريس عن تبادل اطلاق نار كثيف بين قوى الحرب. مجلة فرونت لاين الهندية تقول أن الوقائع والأدلة التي تظهر على أرض الواقع تثبت أن جزءا كبيرا مما يجري في سوريا ليس سوى عنف تقوم به عصابات منظمة ومسلحة يسقط نتيجة ضحايا غالبية من عناصر الشرطة والأمن والجيش، كما تم استهداف الأبنية الحكومية والممتلكات. في جميع صحيفة بنو التركية تقول أن عصابات الاستخبارات التركية تقول أن العصابات الاستخباراتية الأجنبية يفجرون القنابل في المدن السورية. صحيفة نيويورك تايمز تقول أن مسؤول أمريكي رفيع يؤكد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. بس دقيقة واشنطن يومين عملت مقابلة لصالحك. كلام سليم. شخص آخر من الفيسبوك يقول لك تأكيدا على كلامك، بقول لك مناظر الدمار التي شاهدناها على التلفزيون في حمص تثبت أنها بحاجة لمدافع ثقيلة ودبابات وراجمات كي تدمر الحارات والأبنية، وهذا ليس متوفر لدى العصابات المسلحة، بل متوفر فقط لدى حماة الدمار كما يسميها. سعيد عزو، كيف ترد عليه؟ هذا غير صحيح، لأنه تبين بالأنفاق اللي موجودة بحمص وبالأنفاق والسراديب الموجودة بتركلة وبغيرها أنه في يعني أسلحة من العيار الثقيل ومنها صواريخ. ولكن أنا المعجل إذا كانت القصة هي هو اللي عم يقولوا الأستاذ غنيون أنه دبابات عم تتخبى بباب عمار بمداخل المباني. تصور أنت عشرات الدبابات عم تتخبى بباب عمار بمداخل المباني، حارة شعبية. أنا عم بقول غليون، أنا عم بقول السيد غليون. مداخل الولايات، يعني قصة لعب لعب أطفال. يعني أنت بدنا تيجي طبعا عم تشوف على جميع القنوات في كثير من الصحف الأجنبية مو لا السورية ولا العربية عم تقول إنه في أسلحة إسرائيلية ومن بين صواريخ. في صواريخ في مدفعيات هاون. هي حسب الله ستة بحمص. أنا بدي أعود إلى النقطة. أنت تقول الجامعة ثم الجامعة ثم الجامعة وهذا. طيب يا سيدي، ألا تعتقد أن هناك الكثير من التناقض في كلامك عندما تقول لي الجامعة متآمرة والجامعة؟ يا سيدي، الجامعة فرضت لأول مرة في تاريخها عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا. لم يتعرض أي نظام عربي لعقوبات عربية إلا هذه المرة، وهو سوريا. ماشي؟ كيف دقيق؟ كان في بتوصل سد ولا ترطب ومشي القرار. سد ولا ترطب، واحد امتنعت عن التصويت ومر القرار والنظام السوري كان. ما حكت لي عن مؤامرة العرب على سوريا. اي مؤامرة عرب؟ انا بدي احكي عن تركيا بالاول اذا تفضل باختصار. يعني اليوم كل الشتائم عن تركيا والتهريب سلاح من تركيا. انا اللي تنازلت لتركيا عن لواء اسكندرون، انا اللي تنازلت عن تركيا عن مسؤولية حماية حدود الطول 910 كيلومتر وبعمق 5 كيلومتر. بس انتوا عم تطالبوا كلام مع اسرائيل يا اخي. قبل ما انت عم تطالبوا مع اسرائيل 40 خليني اسال على موضوع اسرائيل. يعني انتم بالنظام كمان يعني بصراحه انا ما بالنظام، انا انسان موافق سوري، انا لا اكثر ولا اقل. سيدي، انتم كل ما دق الكوز بالجره تتهمون المعارضه بانكم تريد ان تتفاوضوا مع اسرائيل. يا اخي الم يفاوض السوريون على اعلى المستويات مع باراك لسنتين في واي بلانتيشن؟ كم الف مره تفاوض فاروق الشرع مع باراك؟ ليش كان هذا حرام عليك كذا؟ استسلم شيء؟ طب ما هم استسلموا. لا كلامه كان واضح انه انتم مجرد انه يعني اسرائيل والشعب الاسرائيلي في حال نحن استلمنا السلطه راح يعيش في امان وراح يكون معنا مشكله ابدا. هذه انت جاوبت عليها، بس اعود الى السؤال اللي سالتك اياه، كيف ترد؟ عم ترد على شو؟ على اللي قلت المؤامره العربيه على العرب. يعني انا عم بحكي كثير في تركيا. تفضل. يعني انا اللي اعطيت لواء اسكندرون لتركيا. حكنا يعني عم نحكي فلسطين، نحن كنا صرنا بنحكي هلا لواء اسكندرون اللي ضاع. طيب يعني 40 سنه هذا النظام شو عمل بجولان؟ يعني اسرائيل مرعوبه، الصحف الاسرائيليه يوميا تتحدث عن النظام القادم. مين ما كان الحرب ما رفعي ما كان اسرائيل. انا عم بحكي مين ما كان يكون بده يشكل خطر على اسرائيل. مثل ما قلت لك مدير المخابرات العسكريه جاء في اوروبا كلها وراح الذي منع اتخاذ قرار في مجلس الامن هي اسرائيل. وعندما يسحب الفيتو الاسرائيلي تمشي الامور في مجلس الامن. من حق الشعب السوري. يا اخي، قيل اليوم ان العرب يتآمرون على سوريا منذ زمن بعيد،
منذ زمن بعيد هذا الكلام قيل اليوم، والمراقبون وكل اللي يحصل عربيا ضد سوريا الآن هو مؤامرة. مين اللي نصب بشار؟ اجى تقول برايك نصبته واجا يعني ماذا الرئيس غربي اللي اجى وبيحكي عن مؤامرة غربية اليوم؟ العرب ماذا قدموا؟ 90% من المشروعات اللي نفذت بسوريا نفذت بأموال الخليج اللي اتهمها بالصناديق العربية تبع جامعة الدول العربية. معظم المشاريع والذهاب إلى لبنان تجارة رابحة، صار لهم بلبنان الدخول إلى لبنان. دخول لبنان طالما الخليج يعني يدخل نظام يعني حتى برجع تنظر الجامعة العربية كيف هي بتعرف ضد النظام. يدخل النظام إلى لبنان، يجتاح لبنان من أوله لآخره خوفا من ظهور حركة مقاومة. يعني هلا تقول ان الامم المتحدة على الجامعة العربية. يا اخي هلا صارت تحالف الامم المتحدة يا اخي. وبعد ان دخلت هذه القوات تم ترضيتهم اتخذ قرار لاحق بتغطية عربية على دخول قوات سورية وانشأوا ما يسمى بقوات الردى العربية، بمعنى جرى احتلال وتم تغطية الاحتلال. بس هذا قبل الوقت صار منتهي. هل تستطيع أن تنكر أن النظام السوري أو خطاب الرئيس اليوم كان خطاب انتصار؟ خطاب قوة، الرجل يتحدث من موقع قوة بعد أن تكسرت كل المؤامرات على صخرة الصمود في سوريا. أولا هو خطاب دموي بامتياز، تحدث عن الشعب السوري كما تحدث خطاب تصالحي، كما تحدث معمر القذافي عن الشعب الليبي. وصف الشعب السوري بأنهم مجموعة من المجرمين والخونة والمرتزقة. وين سمعت الحكمة؟ أنت لا تفهم. يا أنا تحكي لك احترم حالك. وين سمعت انه انت وين سمعت موجود الخطاب. غريب والله. وجه تهديدات وانا اقول لك الان يبدو النظام السوري مصر انه يمشي بسوريا وفق المسلسل الليبي ولكن بخطوات متمهله. وانا اتفق تماما. سوريا لازم الثوره السوريه بعد ما يسقط النظام قاموا التمثال لبشار الاسد في اعلى قاسيون، لانه هو اهم نصير للثوره السوريه في هذه السياسات التي يتبعها. انا اقول لك الان هو من سيجلب التدخل الاجنبي. العالم لن يقبل ابدا وروسيا لن تستطيع الى الابد الوقوف في وجه المجتمع الدولي. من حق الشعب السوري ان يطلب حمايته من القتل. هناك اكثر من 6000 قتيل الى الان، ومن حق ومن واجب المجتمع الدولي ان يتدخل لمساعده الشعب السوري. هذا حق لنا وحق مشروع تكفره الاديان وكل قوانين الدنيا. يعني انا مستغرب انه الاخ عم يقول انه سوريا هي بدها تكرر، هي عم تسعى لتكرر المشروع الليبي. الحقيقه يعني يا اما الاخ مصاب بانفصام بالشخصيه يا اما معتز حياتك مصاب يعني شو انت واحد انا بحترم انا على الانسان لا انا كان انت بطل عن لا انا عن ضد القتل. انا عن ضد هذا الحكي غير صحيح. انا اللي المره الاولى انا اللي اليوم الاول تتواضعون قتل. انت اللي شريك احنا ندافع عن دم شعبنا. انت اللي عم تقتل اليوم سقط 31 شهيد. قتل حتى هناك ما عمل اللي عملتوه انتم. لا هتلر ما عمل اللي عملتوه انتم. هتلر قتل شعوب اخرى ما قتل شعبه. انتم اللي عم تقتلوا شعوبكم. ما تحط اللي انت فيك تحطه بغيرك. هذا الحكي غير صحيح. هذا نقطة. بالنسبة لموضوع اسرائيل صراعونا لا موضوع المراقبين، مستقبل المراقبين العرب، مستقبل المبادرة العربية. نقطة صغيرة بس أضيف. أولا سوريا ما وقفت حرب بينه وبين إسرائيل. سوريا خاضت بعد 73 أكثر من حرب. خاضت ب 82 15,000 عسكري سوري ماتوا بلبنان. هذا الحكي غير صحيح. المبادرة العربية، مستقبل المبادرة العربية على ضوء المبادرة العربية لم تقدم لتقدم نجاح ولا لتحل مشكلة ولا لتحل مشكلة في سوريا، بل لتدويل القصة ولتأزيم الأزمة ولترحيل إلى الأمم المتحدة. الأسد قال اليوم بخطابه أنا اقترحت المراقبين العرب. صدقك ولا صدق الرئيس؟ لا طبعا بدك تصدقني وتصدق الرئيس، لانه هو لما صار في امر واقع بالنتيجه. سوريا ميزتها وهذه سياسه يعني بشكل عام انك تتعامل مع الواقع كما هو. اشكرك. يعني بالنتيجه تتعامل مع الواقع. جمله واحده ماذا سيف على الذين تلوثت ايديهم بالدماء عندما يستيقظوا صباح ثاني يوم سؤال وجه لك هو هذا انت لازم تجاوب عليه. ماذا يفعلون؟ انت لازم تجاوب عليه. مشاهدينا الكرام لشرح موضوعات وضيوف برنامج الاتجاه المعاكس يرجى التواصل على البريد الالكتروني @الجزيره.net. لم يبقى لنا لنشكر ضيفينا الكاتب والباحث عبد المسيح الشامي والكاتب والناشط السياسي المعارض بسام جعرة. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل. وحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة. الى اللقاء.
يعطيك العافيه.